بحر النجف سيتحول إلى منتجع سياحي قبالة ساحله الشرقي بمساحة 1000 كيلومتر مربع وفق ما تم الإعلان عنه حكوميا، حيث أنجزت التصاميم النهائية لتحويل واجهة منه إلى منتجع سياحي مستوحى من نماذج عالمية مثل بحر قزوين ونهر النيل. بمجموعة فعاليات سياحية ورياضية ومجموعة من الأمور اللي تجعل هذا المكان يستقطب السائحين أكثر مما بشكل طبيعي. التصميم الآن تم إكماله من مركز الدراسات والتصاميم الهندسية بانتظار عرض على السيد المحافظ، وإذا لقى استحسان الجميع سيدخل بالخطة 25 إن شاء الله. المنتجع أو المدينة السياحية هي جزء من منطقة الطارات وتمتد لمسافة كيلومترين، ستشكل محطة سياحية لاستقطاب الأهالي والوافدين على المدينة. سيكون موقعا سياحيا وحضاريا ترتاده العوائل النجفية وحتى زائري المحافظة من خارج المحافظة، كون يعتبر متنفسا للعوائل وواجهة لمحافظة النجف تليق بمكانتها وحضارتها. النجف مدينة دينية، الناس تجي تزور، فتحتاج إلى مكان سياحي يكمل زيارته، يجي المكان سياحي، وماكو أفضل أشوف من بحر النجف. بحر جاهز يحتاج له عناية، يحتاج له ترتيب. المشروع سيعزز أيضا من جمالية المنطقة ويخلق بيئة مناسبة للأسماك والطيور المهاجرة. إذن هي خطوة واعدة نحو تنويع الخيارات السياحية في المدينة لفتح آفاق جديدة تجمع بين عراقة وقدسية المكان وجمال ثرواته الطبيعية. لقناة العراقية الإخبارية منتظر الشريفي، النجف الأشرف.